من يوم ما بدأت حلقات المجرب وكان دايما كل اللي حواليا شايفين ان انا مقصر في حق مجال البيزنس والإدارة وتطوير الأعمال، وكانوا دايما بيقولوا لي ازاي ده مجال شغلك ومقصر في حقه بالشكل ده، لحد ما بدأنا ناخد خطوات في الموضوع. وعشان تكون الحلقات فعلا مفيدة للي بيسمعها كان لازم يكون الضيف حد من المخضرمين كده زي ما بيقولوا. عشان كده ما لقيناش احسن من دكتور هشام عبد الواحد، استشاري تطوير الأعمال، يكون هو ضيف حلقتنا من المجرب، وكلام مهم عن الشغل واللي بيشتغله ومجالات إدارة وتطوير الأعمال. مجال تطوير الأعمال يعني اشرح لي. يعني خلينا نقول مجال تطوير الأعمال دي كلمة كبيرة جدا جدا، وهي مش حاجة حديثة، هي اوريدي حاجة موجودة في الماركت بقالها كتير جدا وبتحصل كويس. في الشركات والبيزنس اونرز شغالين عليها. ولكن يمكن الاسم البيزنس ديفلوبمنت او اللي بيشتغل بقى الجزئية دي اسمه بيزنس ديفلوبر، يمكن هو بقى تريندي اخر فترة مثلا من 15 ل 10 سنين. صحيح. الفترة الأخيرة دي هو يمكن بقى تريندي قوي وبقى مسموع. ولكن الفترة الأخيرة دي لاحظت إن بعض الشركات أو بعض البيزنسز بتحط اسم بيزنس ديفلوبر على وظائف تانية. يعني صح. بيزنس ديفلوبمنت هنا احنا هنشرحها دلوقتي بالتفصيل، ولكن لقيت ان السيلز بقى يتقال عليه حد بيشتغل في سيلز مانجمنت مثلا، حد من افراد التيم بيتقال عليه بيزنس ديفلوبر. على فكرة حتة السيلز دي منتشرة قوي، ان هو يبقى سيلز وبيقول على نفسه بيزنس يعني ديفلوبر. خلينا نقول مؤخرا كان في ريزيستنس كده في بعض الوظائف ان هو لا انا مش عايز اشتغل سيلز، انا مش بحب السيلز. اه. ولكن هي المتاحة حاليا، فبقى يروح يشتغل غصب عنه في الحتة دي. فالبيزنس خد باله من الموضوع ده فبدأ يغير المسمى عشان عشان ما الكانديديت يضايقهوش. المرشح للوظيفة يبدأ يكون مرتاح، عنده ارتياح اكتر للاسم، فابتدى يشيل كلمة سيلز وابتدى يحط كلمة بيزنس بس هو ديفلوبر. بيشتغل سيلز عادي. بس هو بيشتغل سيلز عادي جدا بتارجت وانسنتيف وكل حاجه تقليديه جدا، اوكي. ولكن هو بس غير المسمى بتاعه في البيزنس كارد از ان هو يوفركم الحته النفسيه الموجوده عند المرشح اوكي. للوظيفه دي. اوكي. لكن احنا النهارده لما بنتكلم على البيزنس ديفلوبمنت او تطوير الاعمال بنتكلم على حاجه كبيره جدا 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 جدا. اشرح لي بقى. ويمكن خلينا نبدا من الاول. هو تطوير الاعمال. تطوير الاعمال الراجل اللي بيشتغل في الجزئيه دي اللي على الارض فعلا زي ما بيقولوا في البيزنس، الراجل ده بيبقى عنده حاجتين لازم هو محافظ عليهم كويس جدا 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 جدا. اولا لازم يكون عنده جروس استراتيجي، اوكي. استراتيجيه نمو. دي الكلمه الاولى عند الراجل بتاع تطوير الاعمال او عند اوكي كويس البيزنس قوي. ديفلوبر. والجزء الثاني اللي هو زي ايدينا اليمين وايدينا الشمال، ايدينا اليمين فيها جروس استراتيجي، ايدينا الشمال فيها اناليسيس. اوكي. نو واي ان انت تبدا تخش المجال او تبقى شغال في المجال ده وما يكونش عندك دراعك اليمين ودراعك الشمال. يبقى زي ما احنا قلنا الجروث ان انت عندك استراتيجيات نمو بشكل او اوكي. باخر هتشتغل عليها في الشركه، او زائد الاناليسز ان انت بتعمل اناليسز لكل حاجه موجوده في الشركه. طيب لو قلنا ان بعض الشركات بيبقى ممكن يكون محتاج البيزنس ديفلوبمنت، ممكن يكون محتاجه عشان حاجتين. يا اما عنده بين، عنده مشكله او عرض في الشركه عاوز يشتغل عليه، فبيجيب بيزنس ديفلوبر يقول له انا عندي البين الفلاني في الشركه. او ما بيكونش عارف، معظم الاحيان ما بيكونش عارف البين ايه اللي موجود عنده، لكن بس الريفليكشن بس هو حاسس في هو حاجة غلط. يس بالظبط كده، هو حاسس ان في حاجه غلط. واكتر انديكيتور يطلع الحاجه الغلط اللي موجوده في الشركه، ولكن ما بيكونش هو المرض نفسه، هو بيكون عرض لحاجه معينه اللي هي الجروس سيلز اللي حاصله في الشركه اوفر اول. اوكي. الجروس سيلز اللي في الشركه بتدي انديكيتورز على ديبارتمنتس كتير في الباك دورز. ممكن يكون البرودكت، في عندك مشكله في البرودكت، ممكن يكون عندك مشكله في البرايسنج، ممكن يكون عندك مشكله في الاوبريشن، ممكن يكون اوبريشن. عندك مشكله في الكاستمر سيرفيس. مم. كل ده ما يتجمع يروح يسمع فين؟ يسمع في السيلز في السيلز، بتاعتك ان عندك مشكله في السيلز. فيجي البيزنس اونر او يجي صانع القرار او يجي سي او يجي يتكلم معايا او يتكلم مع البيزنس ديفلوبر يقول له انا عندي مشكله في السيلز. هاويفر ان السيلز ده اخر مرحله ظهر عليها العرض. ممكن يكون حاجات كتير ممكن جدا. يكون عندك حاجات كتير جدا في الشركه هي اللي فيها البين ده. ففايده البيزنس ديفلوبر النهارده ان هو يفضل ينفستيجيت ويعمل اناليسيس داخلي الاول على كل ديبارتمنت على حده عشان يعرف هو within الستاندرد وبيكمبلاي الستاندرد بتاعت الشركه دي ولا لا. ادي كده رقم واحد. يعني هو يشاور عليه، يشاور على الديفكت فين ويبدأ يحله. بالظبط كده، اوكي. هو يروح الاول يعمل اناليسيس للجزئيه دي عشان يفهم هو في بين ولا الامور كويس. within الستاندرد بتاع الشركه. حلو قوي. تمام. وبعد كده يبدا بقى يريس فلاج، احنا هنا في مشكله في البوينت دي. خلص الاناليسيس في الديبارتمنت اكس، ديبارتمنت واي، ويبدا يلف على الاناليسيس للديبارتمنتس بتاعت الشركه كلها. كويس قوي. وبعد كده يبدا يشوف هو في مشكله في السيلز فعلا ولا لا.
بعد ما يحل كل المشاكل اللي موجوده انترنالي. تمام. ده بعد كده لما يكون الاونر او الديسيجن ميكر جوه الشركه بيتكلم ان هو عنده مشكله انترنالي وعاوز بزنس ديفلوبر او كويس. يعمل ان هاوس تيم او ان هاوس ديبارتمنت بيتكلم عن البزنس ديفلوبمنت جوه الشركه. كويس. دي الاستراتيجي الاولانيه. طيب في حد تاني لا ستيل البيزنس يعني ويل استابليشد، الدنيا تمام، اموره طيبه، الامور كويسه، ولكن هو عاوز يروح لحته احسن من اللي هو فيها. عاوز ياخد ماركت شير اكبر. انا ستيل مثلا عندي ماركت شير من الماركت في الاندستري الفلانيه عندي 30%، سي انا عاوز ازود ال 30% بتاعتي دي اخليها 40% او 50%. كويس. فانا عاوز اعمل هنا، هروح للناحيه الثانيه اللي هي ايه؟ احنا قلنا دراعنا اليمين ودراعنا الشمال. دراعنا اليمين اللي هو النمو، دراعنا الشمال اللي هي الاناليسيس. يبقى انا كده عاوز اروح لايه؟ للجروس استراتيجي. طيب في الجزئيه بتاعت الجروس استراتيجي معظم العملاء النهارده بتيجي تتكلم هو الموقف اللي هو واقف عليه النهارده ستيل حلو والامور تمام، ولكن انا عاوز اكبر من البيزنس بتاعي، افتح فروع جميل. تانية، ازود البيزنس عندي، اكبر الجروس سيلز او اكبر السيلز عندي. مش لازم يبقى عندي مشكله، انا عايز بس مش لازم يس بالظبط كده، مش لازم يبقى عندي مشكله. انا ممكن يبقى عندي طموح ان انا اكبر، بدل ما انا شغال لوكالي اشتغل انترناشونالي، ابدا اكبر البيزنس بتاعي واروح كويس. بيه في حتت تانية. فالطموح عشان ابدا اكبر الشركه بتاعتي طبعا لازم اكون عندي شويه بيزكس كده عشان ابدا اكبر الشركه بتاعتي واروح بدل ما انا شغال لوكال اشتغل انترناشونالي، بدل ما انا شغال في محافظه اسكندريه او محافظه القاهره لا ابدا عاوز يبقى عندي اكتر من كذا محافظه، عاوز يبقى عندي اكتر من فرع. فستيل برضو احنا هنا في نيد للبزنس ان هو ديفلوبمنت. عايز يكبر من غير ما يكون، مش لازم يكون عنده مشاكل كبيره يعني، بس هو خلاص عايز ياخد خطوات اوسع واكبر يعني. بالظبط كده بالظبط. أوكي. ودي برضو يمكن ده شرح مبسط، لان احنا لو اتكلمنا على البيزنس ديفلوبمنت هنفضل نتكلم من هنا لحد 3 ما أيام. لا ما شاء الله. ده شرح مختصر عن البيزنس ديفلوبمنت والبيزنس ديفلوبر، وازاي هو ليه بيدخل الشركه وليه بيتواجد في الشركه، سواء زي ما قلنا كده عن طريق ان النمو او كويس. عن طريق ان هو لازم يبقى عنده اناليسيس كويس عن الوضع العام. وده مش توتالي هو اللي بيعمله البيزنس ديفلوبمنت، لانه هو ستيل لسه عنده ريسيرش وعنده اناليسيس تانية بيعملها خارج الشركه بتاعته يعني. راي البيزنس ديفلوبر انت شايف ان هو راي استشاري ولا ملزم؟ والله لو احنا بنتكلم على ان هاوس يعني الديبارتمنت دي اوريدي انا مش جايب استشاري من بره. لو انا بتكلم على الديبارتمنت دي اوريدي موجوده جوه الشركه، وهو عمل الاكسرسايز والهوم ورك بتاعه كويس جدا، يعني هو عمل اللينك بين السيلز، خد السيلز وعمل لها الاناليسيز، خد الاوبريشن وعمل له الاناليسيز، شاف الماركتنج والشغل بتاعه وعمل له الاناليسيز بتاعه، وطلع ريبورت اسبير الاناليسيز اللي شافه ده كله للديسيجن ميكرز او مجلس الاداره. كويس. فهو هنا ملزم. بيريس فلاج يس ان في مشكله معينه ولازم ناخد احنا اكشن توردز المشكله دي. فهنا هيبقى رايه ملزم، بس برضه ستيل هو ملزم تجاه ايه؟ هو ملزم، ما انا ممكن ادي لك بلان وادي لك استراتيجي ممكن اصلا قدره الشركه ما تتحملهاش عشان نكفر البين ده، او عشان نروح للاستراتيجي للجروس استراتيجي اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي. موارد الشركه ما تتحملش البلان دي، او ان في الوقت الراهن انا في نقدر نقول في ظروف سياسيه ما تسمحش بكده. فهنا دلوقتي رايه مش ملزم، لا انا رايه ان انا اتس اوكي انا هجو ثرو الاستراتيجي اللي انت حاططها دي، لكن within تايم فريم معين او في وقت مناسب معين، او ما يبقى فيه كابيتال او راس مال موجود جوه الشركه اقدر اتحرك بيه بالاستراتيجي دي. فهنا رايه ملزم لو الريسورسز بتاعتي تسمح، وهيبقى راي استشاري لو انا الريسورسز بتاعتي في الوقت الراهن ما تسمحش باكشن زي دي. لكن احاول اشتغل على البين قدر المستطاع، يعني لازم يبقى عندي بلان A وبلان B وبلان C نقدر نقول عليها للكوركشن بلان اللي موجوده دي. أوكي. بحيث ان انا ما اسيبش البيزنس عندي فيه مشكله، لان انا لو سبت البيزنس عندي فيه مشكله ومش هعمل الانهانسمنت المطلوب ديو تو شورتج في اي عنصر او فاكتور من اللي احنا بنتكلم فيهم دول، ما استل البيزنس هيقع وهبقى انا وقعت البيزنس كله. طب خليني اسالك سؤال خبيث بقى. اتفضل. انت عارف انا في المجال مش بعيد يعني، ف سلطه البيزنس ديفلوبر لحد فين؟ خلينا يعني هو نقول- ليه سلطه على مين؟ خلينا هو لان دي خلي بالك بتبقى مشاكل في الشركات، يعني ايه هو هيجي يشغلنا، هو هيجي يقول لنا نعمل ايه، ما احنا بقى لنا شغالين. لان غالبا ده بيبقى راجل جديد، يعني بيبقى راجل جاي جديد، فسواء ان هاوس او اوت سورس Yes. هو بيبقى جاي جديد. فاللي جاي جديد ده دايما القديم شايف هو هيجي يقول لي اعمل ايه، ده انا بقالي 10 سنين شغال بالطريقه دي. سلطته لحد فين؟ طيب السؤال ده يعني شويه خبيث. حساس شويتين ثلاثه. أيوة. لان فعلا هو اول ما الديبارتمنت دي اول ما تبقى موجوده جوه الشركه ايفن حتى لو استشاري،
فشويه في ريزيستنس بيجي من بعض الديبارتمنتس صحيح. موجوده في الشركه، بيحسوا ان هو لا انت مش مديرنا، انت ايوه انت مش بتعمل اوديت علينا، انت ايوه مش بتعمل القصه دي. هو فعلا هو مش مدير حد، هو حاجه ستاند الون نقدر نقول عليها همزه الوصل بين الاداره العليا وبعض الديبارتمنتس الموجوده جوه الشركه، عشان يدي دايركشنز مظبوطه بناء عليها ياخد مجلس الاداره او المجلس التنفيذي للشركه ياخد قرارات مظبوطه، ياخد جميل. قرارات مظبوطه في النمو، ياخد قرارات مظبوطه ان هو يغير برودكت، ياخد قرارات مظبوطه ان هو يروح ماركت جديد، ياخد قرارات مظبوطه ان هو يقفل او يوقف خط انتاج لحاجه معينه. كويس. فهو somehow وهو مش مدير حد، ولكن هو نقدر نقول عليه تول قوية جدا جدا للمجلس التنفيذي او لمجلس الإدارة او للديسيجن ميكرز ان هم ياخدوا قراراتهم بصورة صحيحة. يتحركوا في ضوء الريكومنديشنز بتاعته. بالظبط كده، بالظبط كده. كويس قوي. طيب احنا بقالنا 5 سنين دلوقتي، تيجي تسأل حد انت شغال ايه، يا عم الحاج انا شغال في مجال البيزنس. ايوه يعني بتعمل ايه؟ يقعد يشرح لك، وممكن يشرح لك حاجات كتير جدا، بس انت هتقوم من القعده دي برضه انت مش فاهم هو بيعمل ايه مجال البيزنس وليه طلع اخر 10 سنين مثلا. يعني اي حد دلوقتي يقول لك انا شغال، زمان كنت يقول لك انا شغال بعمل بيزنس، ده انت تفهم انه عنده محل سوبر ماركت بتاعه، فهو بيقول على نفسه صاحب بيزنس. دلوقتي اي حد بيقول، تيجي تساله والله انا شغال في مجال البيزنس، وتقعد معاه فهمش هيبقى هو بيعمل ايه بقى مجال البيزنس. اولا كلمه مجال البيزنس هو كل اللي موجود حوالينا ده، وانس ان هو عنده ليجل دوكيومنتس اللي هي سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، فهنقول عليه مجال البيزنس. اوكي. فمجال البيزنس دي كلمه كبيره جدا واسع. وكلمه مفتوحه واسعه جدا. ولكن هو مؤخرا يمكن اللي بيقول انا بشتغل في مجال البيزنس خلينا ناخد يعني كادر قريب قوي ليهم، هو يا اما انتربرينور يعني حد عنده سمول بيزنس لسه فاتح اوكي. بيزنس جديد، وات ايفر بقى هو نوع البيزنس ده بيشتغل في ايه، فده بيقول اوكي. ممكن يقول ان انا بشتغل في مجال البيزنس. وممكن يكون فعلا هو بيزنس ديفلوبر ستيل لسه داخل المجال، او في شركه اشتغل فيها في البيزنس ديفلوبمنت وشغال على نفسه في الجزئيه دي. ف يعني مؤخرا هتلاقي معظم الناس بدل ما يدي لك الفانكشن بتاعته بالظبط، فممكن يقول لك انا بشتغل في مجال البيزنس وعامل مثلا ستارت اب صغير بيتكلم عن كذا، او ستارت اب صغير بيقدم برودكت الفلاني او بيقدم السيرفيس الفلانيه. وده فعلا حاصل. يمكن اخر 10 سنين هتلاقي ستارت ابس في مصر ويمكن كمان في الوطن العربي زادت كتير جدا جدا ببرسنتج هايله. في منهم اللي نجح وكمل، وفي منهم اللي عنده شويه اسقاطات وما قدرش يسرفايف اكتر من سنه صحيح. لاسباب كتير يعني. فمجال البيزنس مجال كبير جدا. انت لازم لما تقولي ان انت بتشتغل في مجال البيزنس، فانت بتشتغل في ايه في مجال البيزنس؟ هل انت عندك ستارت اب وبتدير الستارت اب ده انت ومجموعه من الشباب، او ان انت اوريدي بتشتغل في البيزنس ديفلوبمنت ان هاوس موجود في شركه معينه، او ان انت بتشتغل استشاري في مجال اداره الاعمال او في مجال البيزنس ادمنستريشن في شركه بيبقى في سكوب معين بتشتغل عليه، مشروع معين. وانس ان المشروع ده يخلص فانت خلاص اتس اوكي، بتقدم الريكومنديشن بتاعتك. ممكن تقف لحد الريكومنديشن ان انت تقدم ريكومنديشن فقط، ممكن تروح لابعد من كده ان كويس. انت تقدم الريكومنديشن وتفولو اب التنفيذ بتاعها، وممكن تروح لابعد من كده ان انت تقدم الريكومنديشن وتفولو اب على مرحله التنفيذ، وكمان تروح لمرحله التحسين وقياس الاداء اللي حصل في البلان او الريكومنديشن اللي انت حاططها. كل حاجه من دول ليها سكوب كبير جدا وبتبقى مختلفه عن التانيه. كل اندستري ليها يمكن نقدر نقول السيكونس اللي هتبقى مقابله او مناسبه ليها في مجال اداره الاعمال. طيب في سؤال دايما بيسألوه لعيبة الكورة، هو هي موهبة ولا دراسة؟ فخليني أسألك السؤال ده، هي دراستك فرقت في الموضوع ولا ممكن الموضوع مش مستاهل دراسة يعني يعني خلي السؤال ده تريكي جدا، ولكن خليني اقول كلمه موهبه ولا دراسه. هي الموهبه. لأن المجال مليان ناس مش شغالة بدون دراسة. يس بالظبط يعني كده. خلينا في نتفق ناس على ده اوريدي. وعلى فكرة بيبقوا شاطرين برضه، في منهم شاطرين عشان تمام أكون تمام، صريح لا ما يعني. اختلفناش على شطاره يعني الشباب اللي عشان موجوده، ما اختلفناش على شطاره الشباب اللي موجوده في الاندستري دي. مم. ولكن خلينا نقول يعني انا هديك اكتر من مثال وانت تقول لي تحب تشتغل مع مين. لو انت النهارده أوكي. انت اوريدي انتيتي قائمه بذاتها وعندك بين او عندك جروث، عاوز تعمل جروث استراتيجي معينه في الشركه، وهنقول ان انت عندك 2 بيشتغلوا في مجال البيزنس، أوكي. البيزنس ديفلوبمنت، أوكي. يعني خلينا نجستيفاي الاسم اكتر من كده. تمام. طيب انت عندك حد اوريدي اكسبيرينس مثلا 5 سنين كان شغال في اندستري شبه الاندستري اللي انت فيها، صناعه زي الصناعه اللي انت عاوزه يشتغل معاك فيها. أوكي. وعندك حد اوريدي عنده اكسبيرينس ستيل 5 سنين في نفس الاندستري بتاعتك، واوريدي
يعني نقدر نقول عليه ان هو كمان سيرتيفايد في مثلا زي حاجه زي الماجستير اداره الاعمال، دكتوراه اداره الاعمال. فخليني اقول لك ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وانت تختار ايه لشركتك. اوكي. يعني الموديل الاول ان هو اوريدي كان شغال في البيزنس، وبعد كده حب يطور من نفسه، فراح مثلا سي شهاده زي شهاده الام بي اي او ماجستير اداره الاعمال سواء مهني او اكاديمي. اوكي. وبعد كده كمل سي مثلا دكتوراه في نفس المجال، واوريدي هو موجود على الارض، يعني عنده اكسبيرينس اوريدي على الارض، وحط جنب الاكسبيرينس دي حط جنبها الشهادات والدراسات. كويس. يعني سيمبلي خلينا نجستيفاي الشخص ده ازاي. الشخص ده عنده المعلومه النظريه اللي هي الثيوريتيكال نوليدج عنده اوريدي موجوده في دماغه، وهو شايف يقدر ازاي يوظفها على الارض بطريقه عمليه. كويس. فالراجل ده لما بيحط الاثنين دول مع بعض، الاكسبيرينس اللي خدها من على الارض زائد الثيوريتيكال نوليدج اللي موجوده عنده، كويس. المعلومه النظريه على آلية التطبيق، هيطلع حاجه مميزه جدا، وهيديك معلومه تديك باور ان انت تقدر تتحرك في الماركت وتبقى فاهم الماركت اكتر. حلو. ويبقى عارف الروت كوز، هو ليه بياخد الاكشن دي، هو احنا ليه بنعمل الاناليسيس ده، حلو. هو احنا ليه هنوقف المنتج الفلاني ونشغل خط الانتاج للمنتج الفلاني، هو احنا ليه هنكمل حلو. في البرودكت ده ونوقف ده. حلو. اديني الاختيار التاني بقى. ده الاختيار الاول اللي انا يعني خليني مش هغششك، انت اختار. وهنروح للاختيار التاني. انا اوريدي اكسبيرينس 5 سنين في نفس الاندستري بتاعتك، مش دارس اي حاجه ريليتد للاندستري دي، للبزنس ديفلوبمنت اندستري، واوريدي عارف حاجات بطبقها. أوكي. وعندي شويه نقدر نقول كده تولز بشتغل بيها، وبوصلك بنتيجه او باخرى، وبعمل اتشيفمنت عندك. لكن كمعلومه نظريه او مش النو موجود. هاو انا بعمل كده ليه، او انا النهارده الاستراتيجي دي واخدها ليه، او الريفليكشن بتاعها ايه بعد كده، لا انا مش عارف. انا كنت في شركتي قبل كده ومعايا شويه تولز انا بشتغل بيها، فانا جاي ابلاي نفس التولز هنا، وان شاء الله تديني نفس النتيجه يعني. فانت تحب تشتغل مع مين؟ على اللي انت قلته انا هختار رقم واحد، بس لو رقم 2 على الارض نجاحاته اكبر. خلينا نقول ان يبقى رقم واحد ما استغلش النولج اللي موجوده عنده صح، وعمل ليها ابلاي بالطريقه المظبوطه. صحيح. وعمل الدمج اللي احنا بنتكلم عليه بين الواقع على الارض بيقول ايه، كويس. والنولج في الاندستري دي. خلينا نقول ان ممكن بقى يبقى في بين عند الموديل رقم واحد اللي هو اوريدي دارس وعنده اوريدي الاكسبيرينس الفعليه من على الارض، لانه هو ممكن يكون عنده مشكله في التطبيق، او ما قدرش كويس. يعمل ما قدرش يعمل اللينكج بين النولج وبين الاكسبيرينس كويس. الحقيقيه على الارض. كنت حاسس ان انا بزنقك، بس انت خالص. الاجابه عجبتني. طب خليني اسالك انت شخصا السؤال شويه. دراسه البيزنس او تطوير الاعمال فرق معاك في ايه لا دي فرقت معايا في حاجات كتير جدا، بدات تجيب لي مشاكل اصلا؟ زي زي ليه بقى بقيت تخش مكان مثلا سي تتعامل مع مؤسسه فلانيه، ومنها بيج نيمز مش عاوزين نقول اسمائها، ومنها بعض الاماكن يمكن يكون بتدرس الحاجات دي. تخش تلاقي مشكله عندهم، تخش تلاقي مشكله في حاجه بيزكس جدا. في اداره الاعمال عنده مشكله في الكاستمر سيرفيس، عنده مشكله في الاركايفنج للماتيريال اللي بيتعامل معاك فيها. فبقى عندي مشكله ان انا عندي عيني ما بقتش تطلع غير، يعني بلاش الاخطاء، خلينا نطلع مشاكل ان شاء الله في بين هنا في الحته الفلانيه دي معاهم وتقول لهم يس بالظبط كده. فبحاول بحسني ايه ماشي، انا دخلت المكان الفلاني او المؤسسه الفلانيه، فعاوز اكلم حد مسؤول، انا عاوز اتواصل مع مدير الكاستمر سيرفيس، انا عاوز اساله على حاجه، او عاوز اقول له ان في بين هنا. حد بيكلمني في التليفون مثلا من سيلز او كاستمر سيرفيس من شركه، بتقلب المكالمه ان انا بشرح له حاجه معينه. ده حقيقي فعلا بيحصل معايا اكتر بيصعب عليا ان انا هو كلمني وهو عنده بين، البين ده ممكن يضيع منه الكول او الليد دي. فاستيل خلاص ما دام ربنا حطني في طريقك فهقول لك. فممكن بدل ما الكول تبقى دقيقه او اتنين وانا مش ادرست اصلا بالسيرفيس اللي بتقدم لي، ساعه الا ربع بقى، ممكن توصل ساعه الا ربع، وممكن يحتفظ برقمي ويقول لي طيب انا ممكن اتواصل معاك لو في حاجه معينه. فبتقابلني كتير جدا وبتواجهني كتير جدا. مش كل الناس هتتقبل النصح، سبيشالي لو انتيتي كبيره، مؤسسه كبيره، وممكن شويه يبقى عندك معاه مشكله. انت اوريدي لا احنا بنطبق ده زي ما اتقال لي في بعض الاماكن. حلو موضوع ما بيقبلش النصح ده. انا دايما بقول ان انا ما بحبش اشتغل مع حد ما بيسمعش او بيتكلم من غير ما يسمع. انت شايف ان هو مهم يسمع؟ ده انا شايف ان هو مهم يسمع، بس انا حابب اسمعها منك. يعني من اساسيات ان انت تمانج بزنس او تبقى شغال في تشتغل في البزنس ديفلوبمنت، ان انت عندك يكون سمع كويس جدا، كويس، ونظر كويس جدا، كويس. يعني بتقدر تشوف الحاجات الطبيعي الشخص الطبيعي او الموظف الطبيعي ما بيشوفهاش،
ادي كده رقم واحد، ان انت الديتيلز ما تعديش عليك از رؤيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انت بتسمع كويس، ان انت انصات مش استماع. انا ممكن ابقى سامعك بس انا مش مركز في كلامك، يعني كلامك دخل من ناحيه وطلع من ناحيه. ستيل كومبلين كاستمر بيكومبلين من حته معينه في السيرفيس او في البرودكت اللي انا بقدمه، فانا سمعت من ناحيه وطلعت من ناحيه، لكن انا عاوزك توصل لمرحله الانصات، وده اللي ينجح البيزنس بتاعك. وده لو انت بيزنس ديفلوبر لازم الحاجتين دول يبقى كويسين عندك جدا. لا انا هنا بتكلم على اصحاب الاعمال تمام. او المديرين. لازم يبقى، انا شايف كده ان هو لازم يبقى بيسمع، بيسمع لموظفينه، بيسمع لعملائه، بيسمع للمشاكل اللي موجوده، بيسمع للمديرين اللي تحتيه. انا شايف كده. في انا معاك، بس عشان دي مشكله كبيره بتواجه، يعني انا شايف ان هي بتاثر على استمرار شركات في السوق، اعتقد. يعني خلينا أأيد الفكرة بتاعتك ان لازم يكون بيسمع كويس جدا، ولكن مش بيسمع اللي هي التانية، اللي هي بيسمع من لا، أنا الناس، أقصد اللي هو بيسمع. بيخلي حد الناس يعني يسمع من الناس بتنقله اخبار ناس. لا مش اللي هو بيسمع، العصفورة، مش بيتقال عليها ودني. لا العصفورة في الشركة. لا مش ودني، لا، قصدي بيسمع اللي هو يسمع بيهتم ان هو يسمع. يس بالظبط كده. المشاكل يسمع كومبلين في آه. البرودكت، يسمع كومبلين في السيرفيس اللي بيقدمها، يسمع كومبلين من مشاكل، يسمع كومبلين من الاستاف متعلقه بالورك فلو، متعلقه بالكاستمرز بتوعه، متعلقه بالبرودكت بتاعه. وده طبعا ما بنتكلمش على البيزنس اونر هو اللي هيسمع كل ده، لا، هي في تشانلز اوريدي طبعا بيسمع يعني من خلالها. انا هنا بتكلم يعني على المديرين والبيزنس اونرز. يس بالظبط، احنا بنتكلم بشكل بسيط بنقول عليه يسمع، لكن هو ستيل في تشانلز يسمع منها طبعا. يعني ممكن في كومبلين ايميل، في اتش ار، وفي يس في اتش ار، في هوت لاين مثلا لو في شكاوي او في حاجه، في كاستمر سيرفيس بتبعت المشاكل بتاعه العملاء. فياخد كل تشانل لازم يبقى عنده شانلز فاليد مع الستاف، ولازم يكون عنده شانل فاليد مع الكاستمر عشان ياخد كل الفيدباكس دي ويعمل لها الاناليسيز اللي احنا اتكلمنا عليه الاول. وحاجه كمان، انا ممكن اسمع مشكله مهمه جدا، البوينت دي ممكن اسمع مشكله، بس في مشكله اخد عليها اكشن، وفي مشكله اسيبها. على حسب ايه؟ على حسب الويت هنا بتاع المشكله. الويت بتاع المشكله لحد فيه. يس بالظبط كده. هي الويت بتاع المشكله ده كام في المية على مدار السنه، على مدار الشهر، مؤثره برسنتج قد ايه في الورك فلو. مش كل مشكله اسمعها من الاستاف عن البرودكت او السيرفيس اللي قدمها اشوف لها انهانسمنت او اشوف لها ورك اراوند ان انا اصلحها. في حاجات ممكن تتسال. لو ده عندي اوريدي، لو عندي الكابابيلتي ان انا اعمل كده، اتس اوكي، جو اهيد، مفيش مشكله، يمشي الامر. لكن انا بعض المشاكل هبص على الويت بتاعها، هي فعلا حاجه ميجر وحاجه واخده من البيزنس بتاعي ومأثره عليه بنسبه كبيره جدا، يبقى انا اهتم بيها. طب لو المشكله طلعت الويت بتاعها قليل، او مشكله ستيل الافكت بتاعها حاجه بسيطه، اسيبها او اقدر اعمل لها بوز وريس فلاج على الحته دي، واشوفها لما اول ما يبقى ليها ويت. خلينا نرجع تاني للدراسه. هل انت شايف ان الدراسه لازم تكون اكاديميه، او ان انا لازم اروح اخد شهاده معينه او يعني باختصار، هل انا لازم اروح اعمل MBA ودكتوراه زي ما حضرتك عملت كده، ولا انا ممكن دلوقتي مصادر التعلم موجوده ومفتوحه والدنيا ظريفه جدا عن زمان؟ يوتيوب شغال موجود، عربي موجود، انجليزي موجود، فري موجود، بفلوس موجود، كل حاجه موجوده. يعني هل لازم اروح اخد شهاده معينه ولا لا؟ طيب يعني خلينا بما اننا يعني رحنا للجزئيه دي، خلينا نقول حاجه مهمه جدا. استيل كان في كونسبت موجود، يمكن نقول اخر 20 سنه، ان الناس بتهتم جدا ان هو يقدم شهادات اكبر قدر من الشهادات هو حاصل عليه، ويجيب ايفيدنس ويجيب شهادات خبره مختومه. صحيح. وشهادات معتمده، ويفضل صحيح. يجري ورا كونسبت الشهادات. وعادل امام قال دي بلد شهادات. صحيح بالظبط كده. وده الكونسبت كان السائد لفتره كبيره جدا. هاويفر ان هو مؤخرا انا مش مهتم. اتس اوكي لو الشهادات دي افيلبل، واتس اوكي انت حصلت على حاجه معينه او اخدت شهاده معينه، حلو جدا. لكن ستيل هو الواقع العملي هو اللي بيقول انت شاطر في ايه، او الاكسبيرينس بتاعتك في ايه. اوكي. او ان انت لو عندك الاثنين، عندك الاكسبيرينس وعندك الشهاده في الجزئيه اللي انت بتعرف تشتغل فيها دي او بتعرف تعملها، هيبقى مميز جدا. لكن هو الفيصل ان انت تكون بتعرف تعمل الحاجه دي، سواء بقى اخدت درست MBA في اكاديميه، او اخدت DBA في جامعه حكوميه، جامعه اهليه، جامعه خاصه. المهم تكون بتعرف تعمل الحاجه دي وشاطر فيها ومميز فيها. هو ده اللي يفرق شخص عن التاني في الماركت. يبقى انا عشان اشتغل دي لازم اكون بعرف اعمله حتى لو انا مش واخد له شهاده. يعني خلينا نقول الفيصل هنا الاكسبيرينس، وان انت بتعرف تعمل الشيء ده ولا لا. لو انت اتحطيت في ارض الواقع هتنجح في الحته دي وتاتشيف ولا لا. هو ده الفيصل. انا دايما بقول ان انت لما تيجي تكتب السي في اللي انت بتكتبه تكون بتعرف تعمله. يس مش لازم تكون واخد له شهاده. يس
الزمن ده زمن مهارات مش زمن شهادات، صح ولا غلط؟ نقدر نقول عليه صح ببرسنتج، ولكن ستيل الشهاده مهمه. لو انت يعني خلينا نقول ان طبعا المينيمم ريكويرمنتس من الشهادات لازم تكون معاك، اللي هي الشهاده البكالوريوس بتاعك، وبعد كده يعني في شهاده بكالوريوس مفهومه، انما انا اللي بتكلم عليه دلوقتي القصه بتاعت زمان اللي حضرتك عارف كان في ترند كده واحنا طالعين زمان، يعني انت خد ICDL وخد مش عارف ايه وخد وجمع شويه شهادات عشان السي في بتاعك يبقى حلو كده ودسم عشان الشركات تجري وراك. اعتقد ان ده مش موجود دلوقتي. بالظبط. هو فعلا مش موجود دلوقتي، ولكن ستيل لو عندك امكانيه ان انت تبقى اوكي. سيرتيفايد او انت تحضر طبعا. ماجستير او تحضر دكتوراه جنب الاكسبيرينس بتاعتك، ده هيبقى حلو جدا، وهتبقى بتخلق لنفسك اوبورتيونيتي اكبر من اي حد تاني. لان خلينا نتكلم صح. نكون صادقين، يعني هو اخر فتره كميه الماجستيرز او الناس اللي معاها الام بي اي هولدرز كتير جدا، صح. فانا اخد ام بي اي هولدر معاه اكسبيرينس ولا اخد حد معاه اكسبيرينس بس؟ لا، انا اخد اكسبيرينس مع حد معاه ام بي اي هولدر. وهكذا كل ما انت صح. بتعلى بالشهادات بتاعتك والاكسبيرينس بتاعتك، انت البوبوليشن اللي بتبقى على البوست ده او على الاوبورتيونيتي او البوزيشن ده بتقل، تبدا انت تطلع في حاجه احسن، يبقى ليك خليني اوبورتيونيتي افضل. خلينا شخصا الموضوع تاني. اتفضل. انت ليه ما اكتفيتش بالMBA ورحت عملت دكتوراه؟ كان عندي تحدي ان انا كل ما اوصل لمعلومه احس ان انا لا لسه بدري. مم. درست حاجه معينه الاقيها بتوديني لعمق اكبر من اللي انا كنت شايفه. اوكي. تبقى شايف منظور صغير وتحس ان انت لو فكيت المنظور ده مم. وعرفت حله ايه، فانت ستيل خلاص انت عندك كل النوليدج. اوكي. لكن ستيل كل ما بتعرف وتذاكر اكتر، كل ما يبقى عندك نقدر نقول عليه كده نهم ان انت تكمل بقيه المعلومه ايه، الروت صحيح. كوز ايه، وهو ده اصلها ايه، وهي ابتدت منين. فانت تلاقي كل الستادز انت حابب تكمل، حابب تعرف اكتر، صحيح. حابب تجيب الروت كوز، حابب تجيب بدايه الموضوع ايه. خطوتك الجايه ايه بعد الدكتوراه؟ والله لحد دلوقتي يعني متوقف عند الدكتوراه، ولكن ما نقدرش نقول ان مفيش حد مش بيتوقف عن التعلم. يتوقف عن التعلم. ستيل ممكن يبقى عندي شايف كورس اونلاين او حاجه ممكن احب اسمع له، حد عنده معلومه جديده احب اسمعها. انا عارف ان انت حد عندك سبسكريبشنز في حاجات يس كتير جدا بالظبط. بتديك دايما طول الوقت الفرصه للتعلم يعني. بالظبط. الماركت اللي احنا فيه النهارده دايناميك جدا صحيح جدا طبعا. جدا. المعلومه اللي والزمن. انت يس بالظبط كده، المعلومه اللي انت بتسمعها النهارده ممكن تتغير بكره، ممكن يحصل عليها كمان سنه انهانسمنت. بتبقى قديمه. نعم. كمان سنه بتبقى قديمه. يعني خليني اقول لك ممكن كمان بكره شهر. تبقى قديمه. يعني صح. ممكن يبقى في ترند في الماركت يحصل انت مش حاسس بيه، تلاقي نفسك بتتكلم في نوليدج او بتتكلم بلانجوج اللي جنبك مش بيتكلم بيها. صح. الدنيا اتغيرت، الدنيا كنا بنتكلم بتون اوف فويس معينه، النهارده لا احنا بنتكلم بتون اوف فويس مختلفه. صح. النهارده بنعمل ورك اراوند عشان نوصل لريزلت معينه، لا انت النهارده ممكن تعملها بتكه زرار، انت ممكن جميل. تعملها بشورت كات مختلف. كويس. فالتعلم هي رحله مستمره حتى النهايه. مفيش حاجه اسمها ان انا اتعلمت كل حاجه، وطول ما انت موجود في الماركت، طول ما انت بتتعلم، طول ما انت بتطور من نفسك. بس خلاص بقى انت مش هتطور من نفسك ان انت تروح تاتند مثلا كورس في اكاديميه او في جامعه او في حاجه. انت خلاص استل لو في ريفرنس اوريدي تقدر تقراها، لو في كتاب جديد تقدر تقراه، لو في ابديتس حصلت على بعض الماركت ترندز تقدر تقرا الكتب دي او النظريات اللي اتعدلت او الابديتس اللي حصلت في الماركت، بحيث ان انت تبقى ابديتد موست ابديتد دايما الماركت بيحصل فيه ايه. طيب خليني انا هستغل وجودك وهاخد منك نصايح في اخر الحلقه، بس خليني قبل ما اخد منك النصايح عايز اسالك سؤال بقى. هو دايما احنا بنسمع ان يا عم ده كلام كتب. كلام الكتب ده ما بياكلش على ارض الواقع. فهل فعلا الموضوع ده في البيزنس موجود؟ يعني انت دلوقتي بتاكد على اهميه الدراسه واهميه ان انت لازم يبقى عندك نوليدج واهميه. ولما سالتك على الشخص عنده اكسبيرينس قلت لي اكسبيرينس وعنده نوليدج ولا اكسبيرينس من غير نوليدج، وانا قلت لك عنده نوليدج، وهكذا. ليه دايما طالع ترند ان الكلام العملي غير الكلام النظري، وكلام الكتب ده ما بياكلش عيش، وكلام الكتب ده على ارض الواقع ما مش ابليكابل فهل الكلام النظري بعيد عن الارض الملعب ولا لا؟ يعني خلينا نتكلم في السؤال ده في الجزئيه اللي تخصنا، اللي هي مجال اداره الاعمال او مجال بالظبط. تطوير الاعمال. وممكن نرجع بالهيستوري بتاعنا او نرجع بالزمن بتاعنا ورا شويه. اول ما ظهرت الام بي اي كان الريكويرمنتس عشان تدرس الام بي اي ان انت مش فريش جراد. يا انت ما فيش حاجه صح. اسمها فريش جراد يخش يدرس ام بي اي، لان ايوه. هو اصلا اسمه ماجستير اداره الاعمال المهني. ايوه.
يعني حضرتك هتتكلم في حاجه في المهن نفسها. مم. فعشان اتكلم في المهن نفسها انا لازم اتكلم مع حد اوريدي في الماركت موجود شغال. وكان في حد بعض امتهن الجامعات مهنة بتحط بتحط 5 سنين اكسبيرينس اتليست، وفي ناس كانت بتحط بعض الجامعات كانت بتحط 10 سنين مم. عشان تشتغل في، عشان تبدا تخش في الام بي اي. يعني ده معناه ان الام بي اي او ماجستير اداره الاعمال المهني هو اوريدي هيكلمك في نوليدج ادفانسد في البيزنس اللي انت جاي منه. أوكي. وكل واحد بقى بالميجر اللي هو جاي منه. صحيح. فما نقدرش نقول على ماجستير اداره الاعمال المهني او الام بي اي او الدي بي اي اللي هي الدكتوراه في اداره الاعمال ان هي نظريه فقط، لان انا بقول لك اصلا من المينيمم ريكويرمنتس الموجوده تبقى عندك عشان تدرس حاجه زي كده ان انت اتليست تبقى في الفيلد بقالك من 5 ل 10 سنين، وكان م. في اكتر من كده، لان هي بتارجت ليفل معين. ممكن نقدر نقول مش الانتري ليفل في البيزنس، بتارجت حاجه اعلى من كده شويه، السينيور ليفل او الميدل م. مانجمنت. اوكي. فهي بتحاكي فعلا اللي بيحصل في البيزنس. ومعلومه كمان ان اوريدي العلوم اللي احنا بندرسها في اداره الاعمال هي نقدر نقول عليها ان هي اوريدي جايه من الماركت وتعمل لها نقدر نقول اناليسيس وبقت ثيري معينه، وبعد كده خدناها وعملنا عليها اكتر من كلاريفيكيشن واكتر من تصحيح لحد ما بقت موجوده في الكتب، وبعد كده كويس. بندرسها تاني. فنقدر نقول عليها بيست براكتسز للي بيحصل في الماركت في بعض الصناعات احنا بنعيد دراسته تاني. فهو باين في شكل معلومه كويس. نظريه، ولكن هو تطبيق عملي جدا جدا جدا. وبعض الناس اللي اوريدي بتاتند زي الماجستير او الام بي اي او الدكتوراه هو لامس جدا ده في شركته وهو قاعد بيقول انا بيحصل عندي ده في شركتي، انا في شركتي انا بشوفهم بيعملوا كده، بس ما كنتش عارف هو ايه الروت كوز، هم ليه بيعملوا كده، اوكي. هو ليه بيحط حاجه لما معينه. بيروح يدرس بيبدأ يس يفهم بالظبط بقى. كده، بيبدا بقى يحصل له ايه، يعمل كده زي ايه فاين تيوننج للمعلومه اللي كان مم. واخدها. ده المعلومه دي هي كانت سببها ان أيوة. هو يزود اللويالتي عند الكاستمر، مم. يزود اللويالتي عند الستاف اللي موجود في الشركه، كويس قوي. يفتح ماركت جديد لنفسه عشان ياخد ماركت شير اكبر، يعمل يروح يفتح يسيب القاهره الكبرى ويفتح في بعض المحافظات جميل. عشان هو معاه ماركت او هو معاه برودكت معين يماتش سيجمنت معينه. كويس. فدي فايده الدراسه. خلينا استغل وجودك معايا وهسألك وهتدينا نصايح. موافق؟ ان شاء الله. طيب اديني 3 نصايح للبيزنس اونرز. خليني اقول اهم نصيحه للبزنس اونر موضوع شويه بشوف ناس بتتحرك فيه بكل اريحيه وبكل سهوله، هاويفر ان هو موضوع سنسيتيف قوي، موضوع التسعير، البرايسنج. تسعير. الاقي مره واحده ان في اكس من البرودكتس غير السعر بتاعه، مين اللي هتلاقيه على السعر بتاعه. طبعا فدي مفيش حاجه يمكن بترخص. يس بالظبط كده. انا عندي كونسيرن كبير جدا على البيزنس اللي مره واحده اما يحصل اي مشكله في الماركت ان هو يروح لاسهل استراتيجي عنده موجوده اللي هو ان هو يغير البرايس، يعلي البرايس. يعلي السعر. نصيحتي ليك خلي البرايس ده اخر بلان ليك عشان تسرفايف في الماركت او في الازمه اللي حاصله في الماركت حاليا. حلو. ليه اخر بلان؟ يعني زي ما قلنا كده انت تخلي البرايسنج اخر بلان ليك عشان تسرفايف لو في ازمه في الماركت ترفلكت في السعر بتاع البرودكت. هل البرودكت او السيرفيس اللي انت بتقدمها دي هل هي برايس سنسيتيف؟ يعني انا النهارده لو حركت البرودكت اكس هو ببيعه مثلا سي ب 10 جنيه، لو انا خليت ال 10 جنيه دي 12 جنيه، هل نفس القوه الشرائيه اللي موجوده عندي هتفضل موجوده؟ لو خليته ب 20 جنيه هل نفس القوه؟ يس بالظبط كده. فانا لازم ابقى عارف البرايس سنسيتيفيتي للبرودكت او السيرفيس اللي انا بقدمها. حلو. هل الناس هتستغنى عنه ولا لا؟ هل الناس هتروح تشوف alternatives تحل محل البرودكت او السيرفيس دي ولا لا؟ مهم جدا القصه دي. طب انا هرجع شويه ورا عشان احل ازمه البرايس الاول واخلي البرايس بتاعي اخر حاجه. كويس. ان انا ادور الاول على الكوست كنترول جوه الشركه بتاعتي او جوه البيزنس بتاعي. لازم يبقى عندي اداره ماليه قويه جدا عشان هي اللي بتقوم بالتخطيط المالي للشركه وممكن توفر لي بعض الريسورسز اللي اقدر من خلالها الكوست عندي للبرودكت نفسه يقل. كان في نصيحه كده كان بيقولها بعض التجار زمان، كانوا بيقولوا المكسب في الشراء مش في البيع. يعني ايه المكسب في الشراء مش في البيع؟ المكسب في الشراء مش في البيع. المكسب في الشراء مش في البيع. انا لو اشتريت كويس الرو ماتيريالز بتاعتي باسعار كويسه فانا ستيل خلاص انا عارف انا هكسب قد ايه في الجزئيه دي. فلذلك ناكد على الحته دي، الاداره الماليه لازم. المكسب في الشراء مش في البيع. يس مهمه جدا البوينت دي.
لذلك نأكد على وجود الإدارة المالية، وإدارة تانية بتبقى منشقة منها الكوستنج أو الكوست كنترول، اللي هي بتقدر تكنترول. اللي هي بالعربي حساب التكاليف. يس بالظبط كده، ان هو يقدر يستنفع او يستفاد من كل جنيه موجود بيتصرف في الشركه، ويشوف له ورك اراوند لو عندي ايتم بياخد مني جزء كبير قوي من الميزانيه بتاعتي، فممكن يشوف له ورك اراوند يا يجيبه ارخص يا اما يفكر ان هو يعمله ان هاوس. اوكي. كل ده سبل بحيث ان انا ما اروحش لحته ان انا اعلي التسعير بتاعي او انا اعلي سعر البرودكت بتاعي. ولازم قبل ما اروح للحته دي، لو خلاص خدت كل الشانلز دي، يبقى انا اشوف البرودكت بتاعي اللي هو برايس سنسيتيفيتي، الماركت او التارجت اودينس بتاعي هيستحملوا التسعير ده ولا لا، عشان ما افاجئش ان انا القوه الشرائيه بتاعتي تقل والماركت سيجمنت بتاعتي او الماركت شير بتاعتي يبقى فيها مشكله. ممكن نبقى نعمل حلقات متخصصه اكتر، يعني نعمل حلقه نتكلم فيها عن التسعير. مهم جدا التسعير، وليه اساليب كتير وليه طرق كتير، ولازم كويس. تبقى قبل ما تدرس التسعير لازم تبقى عارف المنافسه بتاعتك ايه. طيب نصيحه كمان لاصحاب البيزنس. النصيحه التانية ان انت تدرس كل المنافسين بتوعك. بعض البيزنس اونرز تيجي تقول له انت اكس من الناس ده بينافسك، لا ده حجمه صغير قوي، يعني لا انا مش شايفه اصلا، انا المنافس بتاعي نمبر 1 ونمبر 2 في الماركت. هاويفر بعد ممكن سنه او 2 او 3 يلاقي المنافس اللي هو ما كانش بيبص له ده واخد من الماركت شير بتاعته. المثال الشهير اللي تحول لكليشيه نوكيا. يس بالظبط كده. احنا بنسميه ايه هنا بقى اللي هو مش باين ده؟ بنسميه ديسرابتورز. ديسرابتورز اللي هو مزعزع، هو حد السكيل بتاعه صغير ولكن جرادولي بيبدا ياخد من الماركت شير بتاعتي. وانا من يعني بيبقى البيزنس اونرز او الديسيجن ميكرز الايجو بتاعتهم ان هو يبص للكومبيتيشن مع الاس ام ايز ده او لسه حد داخل الماركت جديد، لا مش هبص له. يفضل يكبر 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 وياخد من الماركت شير بتاعته لحد ما هو ياخد باله، ويبدا بقى يروح يفكر في استراتيجي تانية ازاي يوقفه عند حده او ازاي يعمل منه، يعمل معاه اكوزيشن سواء كلي او جزئي. ويبدا يبقى تكلفه ان هو يوفركم المشكله دي اكبر بكتير من ان هو كان خد باله من داي 1. مهم ان اصحاب البيزنس يتخلوا عن الايجو. ده مهم جدا جدا جدا، خصوصا في الحته بتاعت المنافسين. يس مهم جدا ان انت تبقى دارس الماركت وتدرس كل ترند اب نورمال موجود في الماركت عشان ما ياثرش على الماركت شير بتاعتك. النصيحه الثالثه. النصيحه الثالثه ويمكن من اهم النصايح اللي انا احب اتكلم فيها للبيزنس اونرز او الديسيجن ميكرز، خلي دايما المعلومات بتاعتك او الانسايتس اللي انت تاخدها ما تاخدهاش من دايره معارفك، خدها من الماركت، خدها من الريفرنس. حلوه دي. خدها يعني ايه ما ياخدهاش من دايره معرفه؟ حلو جدا بقى السؤال ده. عندي بقابل بيزنس اونرز كتير جدا هو معرفه اللي هو اصحابه. يس بالظبط كده. في مجلس كده، هو مش المجلس التنفيذي، هو مجلس موازي لمجلس التنفيذي بتاع الشركه، الشله اللي جوه الاصحاب. يس بالظبط كده، الاصحاب المعارف القرايب اللي بيقعدوا معايا اخر اليوم او بيسهروا مع بعض او اللي بنخرج مع بعض قعده القهوه. يس بالظبط كده. ممكن تلاقيه يديله فكره برودكت، يقول له في البرودكت الفلاني ده انا سامع ان هو بيكسب قوي قوي. أيوة. انا كنت في اخر مره في زياره لامريكا، تاني يوم يقولوا في الميتنج الاوبريشنال ميتنج مثلا. يس فمهم جدا ان انت تاخد الانسايتس بتاعتك او تاخد الانفو بتاعتك، تاخدها من الماركت، تاخدها من الاناليسز، تاخدها من البريفيوس هيستوري، من الداتا هيستوري، وتبدا تعمل لها بناء على الداتا نبدا نتحرك بقى نشوف نعمل ايه. دايره معارفي اتس اوكي، هو شايف جزء صغير من الصوره او شاف برودكت او سيرفيس بتتقدم في مكان او باخر لسيجمنت ممكن ما تكونش السيجمنت اللي انا بشتغل عليها، ودي ممكن تبقى في حلقه لوحدها خالص. ازاي اختار البرودكت او السيرفيس بتاعي كويس، هل هو برودكت بيزد، هل هو كاستمر سنترستي، هل انا ابص على الكاستمر بتاعي عاوز ايه، ولا انا جبت برودكت عاوز ماركت ليه. فممكن ده يبقى، لان ده نقاش طويل جدا كبير جدا واستراتيجي مختلفه شويه، الابروتش بتاعها بيبقى ليها اكتر من مثال يعني ان احنا نشتغل بيه. بيبقى التسعير، المنافسين، ما تاخدش براء دايره المعارف، خليك في اهل العلم او الانسايتس او النوليدج او التشالنج الرسميه. نصايح اللي بتقدمها لاي حد عايز يدخل في مجال البيزنس. اهم 3 نصايح ممكن نقدر نقولهم لحد مقبل ان هو يشتغل في مجال البيزنس، وممكن نعممها على بعض المجالات برضو، ولكن خلينا في مجال البيزنس. اول حاجه لازم يكون عنده نوليدج قويه جدا 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 بالاندستري اللي هو يشتغل فيها، بنوعيه الكاستمرز او التارجت اودينس اللي هو هيتعامل معاهم، بالبرودكتس او بالسيرفيسز اللي هو بيقدمها. فلازم كل النوليدج عنده بالترند اللي ماشي في الماركت، كل النوليدج يكون ملم بيها كويس جدا
عشان يقدر يكمبيت في الماركت او يقدر يدخل في الماركت. كويس قوي. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم يكون عنده السكيلز اللي تأهله ان هو يشتغل في البوزيشن ده او يخش الماركت ده او يشتغل في البيزنس. السكيلز نقسمها حاجتين، تكنيكال ونون تكنيكال. التكنيكال اللي هي تخص الاندستري اللي هو بيشتغل فيها، لو هيشتغل في السيلز، لو هيشتغل في الاتش ار، لو هيشتغل في الاوبريشن او في الانجينيرنج، لازم يبقى عنده السكيلز التكنيكال اللي تخص الاندستري دي بعينها. النون تكنيكال نقدر نقول عليها السوفت سكيلز، اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز، الكاستمر سيرفيس، الهاندلنج، البروبلم سولفينج، اللانجوج. عنده بعض اللانجوج لو هيشتغل في مع بعض الكاستمرز اللي هم لغات مختلفه، فدي نقدر نقول عليها السكيلز بشكل عام. ده رقم 2. رقم 3، لازم يكون عنده سيلف موتيفيتد. النهارده الماركت دايناميك جدا، حلوه دي. ممكن يكون عنده احباطات بشكل او باخر، مش شرط ان هو يلاقي حد جنبه يديله موتيفيشن عشان يقدر يكمل. صح. لازم هو يكون من جواه عنده الموتيفيشن ان هو يكمل ويحسن ويطور من ذاته. صح. لازم من وقت للتاني يقدر يقيس هو وصل لحد فين، ويشوف النقطة اللي وصل لها ويتغلب على الفيليرز اللي قابلها ويروح لنقطة أبعد من دي. فدي فاينلي الثلاث نصايح لأي حد في قطاع البيزنس. طب انت knowledge، سكيلز نقسمها تكنيكال ونون تكنيكال، وسيلف موتيفيشن. اهم نصايح بتقدمها لاي حد مخلص تعليمه امبارح وداخل الحياه العمليه؟ طيب يعني ممكن نرجع بيه ورا شويه، نقول له لو انت خريج كليه معينه، لازم تكون وانت بتخلص الكليه بتاعتك تكون اخدت التريننج العملي على الشهاده بتاعتك. لازم تكون نزلت شركات اتدربت على الحاجه اللي انت هتشتغل فيها. انت عارف ان ده بيحصلش. خلينا نقول لو انت كشخص مثابر وعاوز تعمل كده، هتلاقي الفرصه ان انت تعمل كده. ويمكن من اول السنه وانت ممكن تقدر تعمل كده لو في حاجه بتحبها. ممكن تاخد دراسات جنب الدراسات الاكاديميه بتاعتك، دراسات عمليه تساعدك وتسبورت الفانكشن دي. تمام. فخلينا نقول ان انت اول ما تخلص الكليه بتاعتك، في بعض الناس في المجتمع المصري او المجتمع العربي بشكل عام بيدور ازاي ياخد اكبر قدر من الدخل في وقت قصير. بيبقى عنده تارجت كده مختلف شويه، بيدور على الشغل اللي يجيب له انكم عالي. however ان هو عكس ما المفروض يعمل. كويس. بعض الناس التانية بيدور على ان هو يكون مستقبله الاسري. تلاقيه بيبص عاوز يخطب، عاوز يتجوز. فانت لسه بدري على الحته دي. استيل لو انت قادر ان انت تعمل التو اوبشن دول مع بعض، تشتغل ويبقى عندك الاوبشن ده موجود، هيبقى متاح عند بعض الناس. اتس اوكي، جو اهيد. لكن احنا بنتكلم على الناس اللي لسه بتكون مستقبلها ولسه داخله ماركت العمل الجديد. فهو يركز اكتر، يسيب خالص حته الانكم اوريدي، والانكم العالي ده هيجي بعدين. لكن انت النهارده تركز على ايه؟ تركز على التراك اللي انت عاوز تمشي فيه ايه، واللي عاوز تكبر فيه ايه. however ممكن يكون ما عندكش فيه دخل عالي، ولكن انت بتدور في الفتره دي على النوليدج الكويسه، على الاكسبيرينس الكويسه، على التراك اللي انت حابه وهتكمل فيه. انت ممكن تجرب تراك 2 3 وتشوف اكتر واحد فيه تقدر تدي فيه ايه، ريجاردلس الجزئيه بتاعه الانكم ايه. لان الانكم مش ده دور النهارده الانكم بتاعك او الجين بتاعك النهارده ان انت تدور على الاكسبيرينس القويه اللي تقدر تساعدك بعد كده وزن سنه سنتين 3 تبدا تخش بقى في الهيراركي الموجود في الشركه بتاعتك او في الاندستري بشكل عام. ده اللي تركز عليه كويس جدا، وتبعد عن ان انت تدور على الانكم العالي. لان الانكم العالي هيجي لك لو انت مشيت على البروسيس دي، ان انت مشيت في تراك كويس بتحبه، خدت فيه اكسبيرينس كويسه، مع ان سنك نقدر نقول ستيل في بدايه التراك بتاعك الاكاديمي او التراك بتاعك المهني. فهتبدا ممكن توصل ل 30 سنه تلاقي نفسك في بوزيشن كويس بانكم كويس. وده للاسف عكس اللي حاصل. شاب يخلص الجامعه عاوز يدور على مرتب كبير، صح، ممكن يجيله بس مش هيعرف يعمل نقدر نقول عليه تراك كويس او هيراركي كويس او اكسبيرينس كويسه في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي. كويس. فنصيحتي ان انت تدور على اكسبيرينس كويسه، تدور تشتغل في الحاجه اللي بتحبها، سيب اي حاجه تانية على جنب. هتيجي مع الوقت ان انت تكون مستقبل او بيت او انكم عالي، هيجي مع الوقت طول ما انت ماشي. كويس. هي عمليه تراكميه. يس بالظبط كده، هي عمليه تراكميه. اما يبقى عندك اكسبيرينس كويسه في مجال كويس انت بتحبه، الانكم العالي اوريدي هيجي لك، ولكن هيجي لك بعد وقت شويه. الاهم في الفتره دي ان انت يبقى عندك الاكسبيرينس، يبقى عندك النو هاو، يبقى عندك الدراسات العمليه والكورسز واللي تسبورت الدور اللي انت بتعمله كويس. في سن قليل جدا ان شاء الله تبقى بوزيشن كويس بالانكم كويس اللي انت كنت بتدور عليه في البدايه. كويس. دكتور هشام، كنت مبسوط جدا ان انت كنت معانا. ما كنتش متوقع ان الحلقه هيبقى فيها كل المعلومات وهذا الكم من المعلومات الدسمه.
اعتقد اي حد بيشتغل، اي حد عايز يشتغل، اي حد عايز يفتح بيزنس، اي حد عنده بيزنس هيلاقي كلام مهم في الحلقة. ان شاء الله ما تبقاش اخر حلقة بينا. باذن ان الله. شاء الله نلاقي يعني ناخد بقى حلقات متخصصة اكتر. كنا حابين نتعرف عليك عن قرب، وكنا حابين نعرف اكتر عن مجال البيزنس وإدارة الأعمال وتطوير الأعمال. أتمنى إن أنت كمان تكون اتبسطت في الحلقة، انبسطت. واتبسطت جدا الحلقه هي شويه دسمه، ولكن جدا، مش شوية يعني ممتعه كتير. جدا معاك ومع اسره المجرب. ربنا يخليك يا دكتور هشام، شكرا، إن شاء الله أشوفك في حلقة تانية قريب. ان شاء الله.